ممن نقل إجماع المسلمين أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان الإمام فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 604 في كتابه الذي سماه التفسير الكبير. هذا الكتاب في الجزء 29 من طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية في تفسيره للآية رقم 4 من سورة الحديد في الصحيفة 187 يقول الإمام الرازي: قال المتكلمون: هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة، وعلى التقديرين فقد انعقد الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز، فإذا قوله وهو معكم لا بد فيه من التأويل، وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تجويزه في سائر المواضع. انتهى كلام الإمام الرازي في تفسيره لقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا البرهان والبيان.